أتوقفت يوما لتتساءل عن سيدنا الخضر عليه السلام، هل هو نبي أو ولي أو عالم أم ماذا؟ أنتابتك الدهشة لهذا الذي جعله ربك أكثر علما وحكمة ورحمة من نبي مرسل. أتساءلت يوما لماذا كان هذا الإصرار أن يصل سيدنا موسى إلى المكان الذي سيلاقي فيه سيدنا الخضر مهما تكلف من عناء؟ وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. ولماذا سيدنا موسى تحديدا دونا عن الأنبياء والرسل من كتب له أن يقابل سيدنا الخضر الأكثر علما ورحمة؟ هل لأن موسى عليه السلام أكثر الرسل اقترابا من الطبيعة البشرية وما يعتريها من الضعف والخوف والقتل الخطأ والتساؤل والتلعثم والغضب الشديد والأسئلة الفلسفية؟ ربي أرني أنظر إليك. ربما لكن الأكيد أن هذه القصة تحديدا تختلف تماما عن كل القصص. قصة موسى والعبد الصالح لم تكن كغيرها من القصص. لماذا؟ لأن القصة تتعلق بعلم ليس هو علمنا القائم على الأسباب، وليس هو علم الأنبياء القائم على الوحي. إنما نحن في هذه القصة أمام علم من طبيعة غامضة أشد الغموض، علم القدر الأعلى، علم أسدلت عليه الأستار الكثيفة كما أسدلت تماما على مكان اللقاء وزمانه، بل وحتى الاسم، عبدا من عبادنا. هذا اللقاء كان استثنائيا لأنه يجيب على أصعب سؤال يدور في النفس البشرية منذ خلق الله سيدنا آدم إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. سؤال: لماذا خلق الله الشر والفقر والمعاناة والحروب والأمراض؟ لماذا يموت الأطفال في سوريا؟ لماذا يموت الأطفال جوعا في إفريقيا؟ كيف يعمل القدر؟ كيف يعمل القدر؟ البعض يذهب إلى أن العبد الصالح لم يكن إلا تجسيدا للقدر المتكلم لعله يرشدنا. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. أهم مواصفات القدر المتكلم: رحيم عليم. الرحمة سبقت العلم، رحيم عليم. فقال النبي البشر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يرد القدر المتكلم: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فهم أقدار الله فوق إمكانيات العقل البشري. يرد موسى بكل فضول البشر: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. يرد القدر: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. هنا تبدأ أهم رحلة توضح لنا كيف يعمل القدر. يركب في قارب المساكين، يخرق الخضر القارب. تخيل المعاناة الرهيبة التي حدثت للمساكين في القارب المخروم: ألم، رعب، خوف، تضرع. جعل موسى البشري يقول: أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. عتاب للقدر كما نفعل تماما. يا ربي منعت عني الذرية ليشمت بي الناس، أزحتنا عن الحكم ليتربص بنا الأراذل. لماذا كل هذه سنوات السجن؟ يا رب أنا استحق هذه المهانة. ألم أقل لك أنك لن تستطيع معي صبرا؟ ألم أقل لك أنك أقل من أن تفهم الأقدار؟ ثم يمضي بعد تعهد جديد من موسى بالصبر، ثم يمضيان فيقوم الخضر الذي وصفه ربنا بالرحمة قبل العلم بقتل الغلام. فيزداد غضب موسى النبي الذي يأتيه الوحي: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. تحول من إمرا لنكرا. ثم يمضي بتعهد أخير من كلام الله بأن يصمت ولا يسأل. فيذهبان إلى القرية فيبني الخضر الجدار ليحمي كنز اليتامى. فينفجر موسى فيجيبه من سخره ربه ليحكي لنا قبل موسى حكمة القدر: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هنا تتجلى حكمة الإله والتي لن تفهم بعضها حتى يوم القيامة. الشر نسبي، ومفهومنا كبشر عن الشر قاصر لأننا لا نرى الصورة الكاملة. القدر أنواع ثلاث. فما بدا شرا لأصحاب المركب اتضح أنه خير له. النوع الأول: شرا تراه فتحسبه شرا فيكشفه الله لك أنه كان خيرا. وهذا نراه كثيرا في حياتنا وعند كل منا عشرات الأمثلة عليه. النوع الثاني كقتل الغلام:
شرا تراه فتحسبه شرا لكنه في الحقيقة خير، لكن لن يكشفه الله لك ما حييت، فتعيش عمرك وأنت تحسبه شر. لم تعرف أم الغلام أبدا لما قتل أو قتل من ربته سنينا في حجرها، فجاء رجل فقتله ومشى. لم تستطع أبدا أن تعرف أن الطفل الثاني بديلا عن الأول. عاشت لأيام وليالي بل وسنوات تبكي وتنتحب. حكمة فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، لم ولن تصل إليها أبدا. نحن الذين نمر على المشهد مرور الكرام لأننا نعرف فقط لماذا فعل الخضر ذلك، هي لم ولن تعرف. النوع الثالث من القدر وهو الأهم هو الشر الذي يصرفه الله عنك دون أن تدري. لطف الله الخفي، لطف الله الخفي، الخير الذي يسوقه الله إليك ولم تراه ولن تراه ولن تعلمه. قل لي بالله عليك، هل اليتامى أبناء الرجل السارح عرفوا أن الجدار سيهدم؟ لا. هل عرفوا أن الله أرسل لهم من يبنيه؟ لا. هل شاهدوا لطف الله الخفي؟ قطعا لا. فنعود سويا إلى كلمة الخضر أو القدر المتكلم الأولى: إنك لن تستطيع معي صبرا، لن تستطيع أيها الإنسان أن تفهم أقدار الله. الصورة أكبر من عقلك. استعن بلطف الله الخفي لتصبر على أقدار الله. ثق في ربك فإن قدره كله خير. الله خير.